خلينا نقول الانواع، نبدا بقى ايه انواع الوصلات؟ انواع الوصلات بس الشريانيه، خلينا بالعربي. لا هنتكلم بالعربي عشان الموضوع سهل جدا آه. على المشاهد. احنا عندنا انواع الوصلات الشريانيه الورديه حاجتين: وصله شريانيه باستخدام وريد طبيعي وده الافضل، ووصله شريانيه باستخدام وريد صناعي او شريان صناعي. ايه الافضليه في الاثنين، او ازاي بنقدر اقيم الموضوع؟ انا اول بشوف المريض اللي قدامي ده هل عنده اورده كويسه تسمح باستخدامها لوريد، يعني الوريد ده هينفع استخدامه لعمل وصله شريانيه وارديه ولا لا. لقينا في اماكن متعدده، يعني في عندنا اماكن مختلفه جدا، هل موجود عند الرسغ، هل طب اطلع فوق، هل موجود عند الكوع، في الايد اليمين او في الايد الشمال. بنعمل عمليه تقييم شامل في اول مره المريض بنشوفه علشان نقدر نحط الخطه اللي هيعمل من خلالها نعمل العمليه. طب فرضا انا ما لقيتش، بتجه لبديل اللي هو الشريان الصناعي، لان تكوين الوصله الشريانيه الورديه باستخدام وريد طبيعي افضل بكتير جدا من الشريان الصناعي لاسباب كتير، منها ان الوريد الطبيعي مقاوم اكتر للالتهابات، معدل انسداده اقل، معدل الاسترفايف او معدل ان هو يقعد معي يعيش فتره اطول معانا اكتر بكتير، بخلاف الشريان الصناعي.